مساء الخير على احلى متابعين. النهارده هعمل لكم فراخ بدبس الرمان حلوه جدا، وعامله معاهم شويه رز بالكاري. تابعوني، الطريقه مميزه وهديكم نتيجه ممتازه. حابه اشكر كل اللي متابعيني واللي بيبعتوا لي رسائل، وانا ان شاء الله كل طلباتكم المره الجايه كل مره هعمل حاجه من اللي انتوا طالبينها مني. يلا بينا ندخل على المقادير على طول. التتبيله معايا بتاعت الفراخ اللي هي بدبس الرمان. حطيت بصله متوسطه، عليها معلقتين من الصلصه، عليها معلقه كبيره من بهارات الفراخ، معلقه كبيره من دبس الرمان، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. كل دولت بضربهم في الخلاط او الهاند بلندر، وببدا ان انا اعمل مساج للفراخ بالطريقه دي. بعد ما قطعتها من الظهر بنيمها فيها الليل كله، وبعد كده بصحى الصبح ببدأ ان انا اشويها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بحطها على الرف بتاع البوتاجاز عندي، وتحتها في صينية فيها مية. كل ما بتنشف الصينية بزود مية لغاية لما تستوي الفراخ بالمنظر ده. هي بتاخد من ساعة ونص لساعتين على حسب حجم الفراخ. انا طبعا كنت متبلاها ومغلفاها كلها. اول ما بتستوي معايا انا دلوقتي طلعت الفراخ من الفرن زي ما انتوا شايفينها مستويه وجميله. عملت معاهم شويه رز بالكاري، نفس الخلطه بتاعت الفراخ. حطيت لها كاري بس ما حطيتش دبس رمان. هنبدا نقدمها. انا حمصت شويه عيش كانوا عندي ناشفين، حمصتهم، حطيت لهم شويه كمون شويه ملح. انا دي هديكم بس طريقه للتقديم. حطيت الرز زي ما انتوا شايفين. بحط العيش كده، حطيت شويه العيش زي ما قلت لكم كده، وهبدا الفراخ احطها بالطريقه دي اهو. احطها الناحيه التانية. انا بس عايزه اقول لكم ان الفراخ مستويه، يعني بصوا عاملين ازاي. احنا عارفين ان الصدر اكتر حاجه بتبقى ناشفه. شايفين الجمال؟ مستويه وزي الفل، والورك كمان زي الفل لو مسكناه. انا بس حبيت كده اوريكم طريقه التقديم. تعملوا ورديه ولا حاجه. عملت معاها صينيه بطاطس، كنت قبل كده نزلت لكم صينيه البطاطس نفس الطريقه، ما فيش اي اختلاف. في نهايه الفيديو اتمنى تعجبكم الوصفه. ما تنسوش سبسكرايب ومتابعه ولايك، ونتقابل مره جايه بقى.